خلاص خلصت كرواتيا لتاني مونديال على التوالي في نص النهائي. كرواتيا ما خسرتش في كاس العالم من 2014 غير ماتش فرنسا في النهائي بتاع المونديال اللي فات. الكرة دايما بتنصف الرجاله والابطال والمحاربين. طبعا النهارده كل الغلط من تيتي مدرب البرازيل. نازل بتلعب قدام نص ملعب مهاري بيصنع فرص، لعيب الكرة بالمعنى الاصح. نازل بتلعب بكاسيميرو بس ارتكاز، ومعاه باكيتا بيضغطوا عليك، بيعملوا افتكاك للكرة، بينقلوا بين خطوطك بكل سهوله وسلاسه، بيعملوا تمريرات بينيه بكل سهوله، صناعه فرص بكل سهوله. برضو ماسكين نص الملعب بتاعك من اول الماتش تقريبا لاخره. 90 دقيقه مش عايز تغير حد في نص الملعب ولا تنزل واحد يسند مع كاسيميرو زي برونو جيماريش مثلا. رحت وقت ما غيرت نزلت فريد بعد ما جبت الجون. ازاي بتلعب نص ملعب لعيب الكوره فيه كوفاسيتش وبروزوفيتش ولوكا مودريتش، ثلاثه عبقريه كوره بجد. تيتي النهارده ادار المباراه وحش جدا جدا جدا، ما كانش عنده حلول نهائي. حتى الحلول الفرديه من لاعيبه البرازيل ما كانتش موجوده. رحت نزلت رودريجو كل الحلول بتاعته بتبقى على الجنب اليمين، نزلته مكان فيني في الشمال ضيعته. طلعت ريتشارلسون بدري، فضلت مخلي باكيتا وقت كتير قوي. انا فرحان لكرواتيا بس زعلان جدا على البرازيل، لان بالنسبه لي البرازيل كانت مرشح اول للقب. النهارده ما ظهروش خالص، ما ظهرش عندهم فنيات، ما ظهرش عندهم اي حاجه. لا وبعد ما جابوا الجون البرازيل رجعت جامد وما بقتش بتلعب رجاله. الكوره بقت بتجيلهم، كل واحد عايز يرقص، كل واحد عايز يعمل منظر. لا يا حبيبي، كره القدم للرجاله. الناس التانيه ما شاطتش كوره على الجون من اول ماتش. الكوره الوحيده اللي راحت بقى على اليسون جابتها كمان، وكمان يعني حظ كده، خبطت هي الكوره حباهم وقامت داخله. بس هي الكوره بتدي المجتهدين. الناس بتلعب من اول ماتش مموته نفسها، عندهم روح عاليه، بيلعبوا رجاله. انت متخيل ان كرواتيا في نص النهائي من 5 ماتشات اتعادلت 4 وكسبت 1 بس؟ بيلعبوا كوره بيض جامد، بس رجاله لازم تحترمهم. المونديال اللي فات برضه صعدوا كده كله بضربات الترجيح وخسروا في النهائي قدام فرنسا. لا كرواتيا حلوه، كرواتيا حلوه، مش حلوه ككوره، حلوه كرجاله. اللعيبه كلها قلبها على قلب بعض، روحها مع بعض، وعندهم لعيب الكوره. قدام مفيش حد خالص، يعني مفيش حد في الهجوم نهائي. نص الملعب عندهم تقيل، الدفاع حلو ماشي حلو، عندهم باك يمين جميل قوي. ده غير طبعا الجون اللي انا ما اتكلمتش عنه، ان هو اعلى عدد تصديات في المونديال ب 11 تصدي، بيروح يصد ضربات الترجيح. والماتش اللي فات نفس الكلام، حاجه جميله. كرواتيا تديك امل كبير قوي ان انت طول ما بتجتهد الكره هتديك. مستنيين نشوف ماتش الارجنتين وهولندا اللي لسه هيبدا دلوقتي، ونشوف مين اللي هيقابل كرواتيا في نص النهائي. سلام.